براءة أشرف حكيمي من الاتهامات المنسوبة إليه، ومبابي يدخل على خط القضية. مكر الخارجية الفرنسية. سفارة باريس في الرباط تتعمد نشر صورة بزاوية تبتر الصحراء من خريطة المغرب. كل الإرهاصات تقول إن اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بريء على الأقل من تهمة الاغتصاب كما صورتها الفتاة التي اتهمته، ويكفي أن محامية أشرف حكيمي فاني كولين أكدت أن موكلها نفى بشدة التهم الموجهة إليه، مشددة على أن حكيمي لن يتحدث إلا في المحكمة، بل إن الضحية المفترضة رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، علما أن القضية أو الاتهام اليوم لا يستند إلا على ادعاءاتها. بل إن الضحية المفترضة رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما رفضت مواجهة اللاعب، علما أن القضية أو الاتهام اليوم لا يستند إلا إلى ادعاءاتها. كما أوضحت أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي يعد إجراء طبيعيا وروتينيا يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية. وأضافت أن هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه. في المقابل اعتبرت محامية المدعية راشيل فلور باردو أن تصريحات وكيلة حكيمي لا تعني شيئا على الإطلاق، مشيرة إلى أنها لا تنوي نشر تفاصيل هذا الملف في الإعلام، وأشارت إلى أن الشابة لم تشعر بعد بأنها مستعدة لمواجهة اللاعب. وبهذا تكون الفتاة قد سجلت واحدة من أغرب الاتهامات في تاريخ المحاكمات، والذي سيكون فيه الدليل الوحيد هو أقوالها. ومن الجلي أن ما حدث للفنان المغربي سعد المجرد شجع وسيشجع ربما الكثيرات على إطلاق الاتهامات جزافا ومتى شئن وسط مجتمع يعتبر الخلوات والعلاقات الردائية أمرا غير مجرم. وبالتالي فإن أي لقاء لأحد المشاهير مع فتاة أو صديقة قد ينتهي باتهام بالاغتصاب، والدليل الوحيد عليه هو ما ستقوله الضحية لا غير. وقد أشار محامي المجرد إلى هذه النقطة بعد أن أعلن عن استئناف الحكم، حيث قال إن الحكم كان صادما لعدم وجود أي دليل، إنما كان الأمر يتعلق بأقوال الضحية في مواجهة أقوال المجرد فقط لا غير. الخطير أن الأمر بهذا الشكل سيتحول إلى تشجيع حقيقي على الابتزاز، وسيكون على كل من يتعرض لهذه الاتهامات على الأقل في فرنسا لحد الآن أن يشتري براءته بأثمنة باهظة، وإلا فإن سنوات من السجن في الانتظار. وهذا ما كشفته فعلا محامية أشرف حكيمي عندما تحدثت عن محاولة ابتزاز يتعرض لها موكلها، مضيفة أن النيابة العامة لا يمكنها أن تعتمد فقط على أقوال طرف واحد، مبرزة أن الوثائق التي بين يدي الشرطة القضائية تؤكد أن موكلها يتعرض إلى محاولة ابتزاز. وأوردت تقارير فرنسية أن النجم كيليان مبابي هدد الاتحاد الفرنسي للعبة بالاعتزال دوليا في حال صدر أي قرار ظالم للاعب المغربي، وذلك على خلفية قرار المدعي العام متابعته في مزاعم تهمة محاولة اغتصاب. وحسب المصادر ذاتها فإن نجم المنتخب الفرنسي دعا إدارة باريس سان جيرمان ولاعبيها من أجل مساندة زميلهم في الفريق حكيمي في محنته. وشارك الدولي المغربي أشرف حكيمي الجمعة الماضية في تدريبات نادي باريس سان جيرمان بعد فترة غياب مطولة نسبيا بسبب الإصابة. ووفقا لما ذكره موقع راديو مونتي كارلو فإن أشرف حكيمي قدم إلى تدريبات الفريق الباريزي بصحبة صديقه كيليان مبابي الذي حرص على مساندته في أزمته الأخيرة التي ألحقت ضررا كبيرا بصورته. وكشفت محامية اللاعب أشرف حكيمي لصحيفة ليكيب الفرنسية أن الفتاة التي تتهمه بالاغتصاب رفضت الخضوع لفحص طبي، كما رفضت مقابلته بشكل مباشر، مؤكدة بذلك أن اللاعب تعرض للابتزاز فعلا. ينضاف إلى كل هذا حديث سعيدة موح والدة حكيمي التي قالت:
قلبي يخبرني أن ابني بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهد له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل له. المغاربه ديالنا كيساندونا والله يجازيهم بخير وعاش الملك الله يستر سيدنا. صحيح أن تصريحات الأم ليست دليلا، لكن تلفيقات الضحايا أيضا ليست إدانة. نشرت السفارة الفرنسية بالمغرب على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للجناح المغربي المشارك في الصالون الدولي للفلاحة بالعاصمة باريس، وتعمدت نشر صورة من زاوية تظهر خريطة المغرب دون الجزء الجنوبي للصحراء المغربية. وأرفقت السفارة الفرنسية الصورة بتعليق أشارت فيه إلى عودة الجناح المغربي إلى المعرض الدولي للفلاحة بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 30 تعاونية فلاحية مغربية تعرض من خلاله أكثر من 1600 منتوج فلاحي من إنتاج مغربي. واعتبر عدد من المتتبعين بأن هذه الصورة التي نشرتها السفارة الفرنسية تحمل في طياتها استفزازا مبطنا للمغرب والمغاربة، ولا سيما أن السفارة كان بإمكانها أن تنشر صورة واضحة للجناح المغربي تظهر فيها خريطة المملكة كاملة، خاصة أن عددا كبير من الصور نشرت خلال هذا الملتقى الدولي ظهرت فيها صورة الخريطة المغربية واضحة وتتضمن الصحراء. وتشهد العلاقات الفرنسية المغربية توترا صامتا منذ حوالي عامين، وهو ما يزيد من شكوك الكثير من المتتبعين بأن السفارة قصدت اختيار هذه الصورة التي نشرتها بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة في باريس كتأكيد على استمرار الأزمة بين الرباط وباريس. وتتعدد أسباب الأزمة بين المغرب وفرنسا وفق العديد من التقارير، غير أن أبرز مشكل بين الطرفين يرجع بالأساس إلى قضية الصحراء المغربية، حيث ترفض باريس الإعلان بشكل صريح وواضح دعمها للمغرب في هذه القضية، على غرار ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا. وترفض الرباط أي خطوة نحو تحسين العلاقات مع باريس في حالة إذا لم تقم الأخيرة بإعلان موقفها الواضح من الصحراء المغربية. وقد أشارت تقارير دولية أن اختلاف الرؤى بين الطرفين في هذه القضية هو الذي تسبب في تأجيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب منذ العام الماضي. وتشير قراءات سياسية عديدة أن من أسباب عدم رغبة فرنسا في اتخاذ موقف صريح لصالح المغرب في قضية الصحراء يرجع بالأساس إلى عدم رغبتها في خلق أزمة مع الجزائر، خاصة أنه يتوقع بقوة أن الجزائر ستتجه إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع باريس مثل ما فعلت مع مدريد في حالة إذا اتخذت فرنسا تلك الخطوة.